اغيثونا اغيثونا يا جدعان، وحد يرحمنا بقى من الزيطه دي، حد يرحمنا من الزيطه دي يا جدعان. احنا بنتعرض للعبط الكروي، احنا بنتعرض للضحك الاعلامي، احنا بنغتال كوميديا، احنا بنتعرض للاغتيال الكروي الكوميدي. يعني اللي بيحصل في الساحه الرياضيه حاليا لو اتكتب سكريبت واتعمل فيلم كوميدي هيتصدر البوكس اوفيس، هينافس هوليود وبوليود. يعني بصوا، لو اللي بيحصل ده اتعمل فيلم كوميدي يعني مش هيبقى فيه بقى افلام هوليود، احنا هنكتسح يا جدعان. ايه اللي بيحصل ده يا جدعان؟ ايه الضحك ده؟ ايه الزيطه دي؟ تخيلوا كل اللي بيحصل ده حرمنا منه ومنعنا منه وانقذنا منه لاعب اسمه محمد مجدي قفشه في 2020، لان كان هيحصل اكتر من كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبس على كل اخواتي الاهلاويه. لايك وشير يا اخواتي بقى، لايك وشير يا اخواتي. ما انا مش هنجلط لوحدي، ما احنا لازم نشوف حل، ما احنا لازم يعني يعملوا كده ايه، حاجز، يعني يبنوا كده كهف او كومباوند كده للزملكاويه يجمعوا نفسهم فيه علشان يزيتوا فيه لوحدهم، ما يصدعوناش، ما يدوشوناش، ما يختلوناش كرويا وكوميديا. حاجه في منتهى الضحك. يقول لك هيلعبوا في كاس العالم، اخدوا الكونفدراليه اللي هتتلغي اصلا، اللي ما بقتش بطوله، اللي مش هتتلعب تاني، اللي معتمدتش من الكاف، وقال لك دي اضعف بطوله، عايزين نرتقي. واي حاجه فيها رقي مش هيبقى فيها زمالك، دي معروفه. خدوها وعايزين يلعبوا في كاس العالم للانديه. يا ابني ده بطل كاس الاتحاد الاوروبي ما بيطالبش انه يلعب في كاس العالم للانديه يا بائس يا محلي. انت بالكونفدراليه هتروح؟ ده انت رئيس تقول لهم انا بطل كاس 2021 عايز اروح كاس العالم. ما قالوا كده فعلا، ما هم قالوا كده فعلا يا جدعان. صباح الفل بقى، صباح الفل بقى. ده انت ابوس راسك يا عم قفشه، ابوس راسك يا عم قفشه ان انت رحمتنا من زيطه ومن ضحك. بس للاسف نهضه بركان ما عرفتش تحرمنا من الضحك والزيطه دي بسبب الحكم طبعا، وبسبب ضربه الجزاء الصحيحه اللي ما احتسبتش. تعالوا بقى معانا، تعالوا كده شوفوا الضحك بيقول ايه. اولا تصنيف الزمالك، تصنيف الكاف لصعود كأس العالم للأندية 2025. الفرق المتأهلة: الوداد، الترجي، الأهلي، صن داونز. بس خلاص قفل، مفيش تاني يا بائس يا محلي. ما تصدعناش. ده مبدئيا انا باجي لك كده ايه من الاخر، بجيب لك من ابو اخر عشان انا صدعت. ممثلي افريقيا هم دول. ترتيب الانديه المصريه في التصنيف: المركز الاول طبعا الاهلي 137 نقطه، الزمالك اللي عايز يروح كاس العالم البائس المحلي تصنيفه 13. يعني في فرق تصنيفها اعلى من الزمالك معهاش بطولات قاريه اصلا. الزمالك تصنيفه 13 ب 28 نقطه. يعني كمل عليهم هات لك ستارز يا عم، كمل عليهم وهات لك فهامه بالكهرباء تفهمك قواعد الكوره وتفهمك احكام وشروط المتاهلين لكاس العالم 2025 عشان ما تصدعناش. بصوا الكابتن حسين لبيب بيقول لك احنا هنروح كاس العالم للانديه. لا انتوا هتروحوا كاس العالم للألببة، لان هو ده المفهوم الوحيد من التصريح اللي هيقوله كابتن حسين لبيب دلوقتي. كابتن حسين لبيب بيقول لك ايه: سنحاول بشتى الطرق المشاركه في كاس العالم للانديه 2025 بجانب الاهلي بصفه الزمالك بطل الكونفدراليه وتصنيفه بقى عالي في افريقيا بعد الفوز بالبطوله. وده وعد مني للجمهور، يعني دي جدعانه مني يا جدعان. احنا هنروح كاس العالم. فكده مش كاس العالم للانديه بقى، ده كاس العالم للألببة. هو هيخترع كاس عالم يسميه كاس العالم للألببة وهيلعب فيه الزمالك، مفيش مشكله. شوف بقى الضحك الاكتر برضو كابتن حسين لبيب. مجدي عبد الغني بيقول له ايه: في كلام ان الزمالك رايح كاس العالم. انا سمعت كلام ده، سمعت ابن خالتي بيقول ده الزمالك رايح كاس العالم يا جدعان. انا سمعت بنت عمي بتقول بتحكي كده، هي نمت العيله، ما انت ما تعرفيش ده الزمالك هيروح كاس العالم. انا سمعت كده، مجدي عبد الغني هو اللي بيقول الكلام ده. سمعت من مين يا كابتن مجدي؟ سمعت من بين يابا. الله يبارك لك، خليك في ضربه الجزاء اللي انت جبتها في كاس العالم 90 وعرفنا بيها. فبيقول له: بجد الكلام ده ولا اشاعه؟ هو بجد الكلام ده يا كابتن حسين؟ الكلام اللي انا سمعته على البسطه ده بجد؟ سمعت انا جارتنا بتحكي على المصطبه هي
وحماتي بيتكلموا بيقولوا ان الزمالك هيروح كاس العالم. بجد الكلام ده كابتن حسين لبيب؟ قول لنا وافدنا بالله عليك. الكابتن حسين لبيب قال له ايه بقى؟ في اتجاه داخل الكاف لتعديل اللوائح للالتحاق بكاس العالم للانديه من اجل الزمالك. امال مين اللي مدلل الكاف؟ يعني تخيل الكلام ده بجد، انا معاك، تخيل الكلام ده بجد، امال ليه بقى بيتقال عن ان الاهلي مدلل الكاف؟ اعقل بقى الكلمه بقى، افهم بقى يا رائس يا محلي. عايزين لكم كهف انتوا تعيشوا فيه. من اجل الزمالك عندنا نسختين كونفدراليه سيتم دمجهم مع بعض بما يوازي بطوله دوري ابطال افريقيا. ايه ده، ومش الكونفدراليه اقوى من افريقيا؟ يعني دمج بطولتين افريقيا كونفدراليه يدمجوهم مع بعض يطلع لك كاس العالم. هو انت رايح لترزي؟ هو انت رايح مصبغه يا كابتن حسين؟ انت رايح مصبغه؟ انت رايح طب ورشه حداده هتسيح الكاسين دول وتقول لي اعمل لي بدلهم بالله عليك دوري ابطال افريقيا عشان بقالي 25 سنه ما خدتوش؟ اعقلوا الكلمه، مش عايزين تعقلوها. ما تجننوناش احنا، ما تجننوناش بالعته التصريحي ده. بيقول لك انا معايا 2 كونفدراليه هروح لورشه الحداده اسيحهم تطلع لي بطوله افريقيا، اقول لكاس، اقول للكاف والاتحاد الكوره والاتحاد الفيفا، اقول للفيفا انا اهو معايا كاس افريقيا اهو، واخد 2 افريقيا، واخد 2 كونفدراليه سيحتهم وبقوا بطوله افريقيا، ودوني بقى كاس العالم. ايه الضحك ده يا جدعان بقى؟ ايه الضحك ده بقى؟ بيكمل وبيقول بطولة هتعزز موقفنا في الالتماس المقدم للاتحاد الافريقي لقبول الزمالك في انتظار الاوكي من الكاف عشان جمهور الزمالك يفرح ونلعب في كاس العالم للانديه بصفه رسميه زي الاهليه. دي صفه رسميه؟ دي صفه ضحكيه، دي صفه تأليفيه. انا الفت بطوله، وبعدين مين اللي قالك ان الكاف هو اللي بيوافق ان انت تروح كاس العالم للانديه؟ انتوا فاهمين الدنيا ازاي؟ انتوا بتديروها ازاي؟ ماذا يتعاطون في 100 عقبه. الكاف اتحاد، يعني الفيفا هي اللي بتختار الانديه مش الكاف. الكاف ملوش دعوه يا عم. يا جدعان بقى ما تضحكوناش وتضحكوا الناس علينا يا جدعان. يقول لك انا اخدت 2 كونفدراليه بمثابه دوري ابطال افريقيا. في ايه يا عم؟ هتوديهم ورشه حداده وتسيحهم من هنا على هنا، تسيح البطولتين دول وتقول له بالله عليك اعمل لي واحد دوري ابطال افريقيا؟ هتطلبهم اونلاين؟ هتبدلهم يعني؟ هتدي الاثنين الكونفدراليه دول تحطهم في دولاب النادي الاهلي وتاخد دوري ابطال افريقيا؟ ما تفهمنا ماشيه ازاي الدنيا يعني. ما تفهمنا بالله عليك، ما تفهمونا انتوا بتصدقوا الكلام ده ازاي؟ والاعلام عمال ينشره وعمالين يفرحوا، والفيفا يوم ما ذكر الزمالك ذكروا بايقاف قيد جديد. حاجه في منتهى الضحك. اللي بيحصل ده اغتيال، انتوا كده بتختلونا يا جدعان، اغتيال كروي كوميدي. هنموت من الضحك، هنموت من الاستغراب. الكلام ده بيصدر من رئيس نادي ومن اعلام كوره، من ناس المفروض شاربه قوانين الكوره. حاجه في منتهى الضحك يا جدعان، حاجه حرمها منا وانقذنا منها محمد مجدي قفشه. سلام.